أول حاجة صلى على النبي، وتاني حاجة عاوزك تركز معايا علشان تستمتع بالنهاية. ويلا بينا من غير ما أطول عليكم لحكايتنا. بتبدأ حكايتنا ببطلنا سيو، وهو بيقتل الشياطين ويدافع عن باب الدماس لغاية ما بيتقفل، وبيبص للشياطين ويقول لهم دلوقتي نقدر نقاتل لغاية ما يموت فينا الأضعف. وفجأة بيصحى في المستشفى وبيكون مش فاهم أي حاجة، وبيلاقي الممرضة بتقوله أنت في المستشفى، وده اللي بيصدمه. وبيتفاجأ أكتر لما بيعرف إن دي سنة 2022 ومش 2005. ويقول سيو ان ده ممكن يكون تشوه في الزمان والمكان، وبقول لها عدى 17 سنة بالسرعة دي، ده انا حاسس ان في 2005 من يومين بس. وبتقول له ان ده بسبب الفوضى اللي في الخارج. ولما بيبص بيلاقي الصحف مستنياه، ويقول ان الاوغاد دول زي ما هم حتى بعد 17 سنة. وبيطلب من الممرضة مراية وبتجيبها له، وبيتفاجئ لما بيلاقي شكله لسه صغير وما اتغيرش. ويقول هو فعلا حصل تشوه في الزمان ولا ايه؟ ما حد يفهمني يا بشر. بعدها بيسأل الممرضة عن ثروته، وبتقول له ان تم التبرع بيها كلها لمؤسسة حماية الأطفال زي ما طلبت في وصيتك. وهو غلبان ما بيكونش فاهم أي حاجة. وبيسأل على بيته وبتقوله بسبب إنه كان مكان ولادة البطل السيو فبقى متحف. وبيسأل على عربيته وبتقوله إنها في مزاد خيري. وبقول لها يا سلام مش ناقصين تبيعوني بالمرة. وبقول أنا دلوقتي بقيت فقير ومشرد ومن غير بيت من الأساس. وبقول فعاله لو كنت أعرف إن ده هيحصل كنت شلت شوية فلوس في جيبي. وبتقول له الممرضة ما تقلقش لأنك أنت البطل اللي أنقذت العالم وإن كل هيهتم بيك. وبتقول ان المستر جيهو اتصل بينا لما عرف اخبارك وانه هيوصل قريب. بعدها بتستأذن منه وبتمشي. وبقول سيو حتى بعد كل اللي شفته فانا مش مصدق ومش مستوعب لسه، بس هسأل جيهو عن التفاصيل لما اشوفه. ودلوقتي لازم اشوف حالة جسمي ايه. وبيستخدم قوته وبنعرف ان القوة دي بتسمح له انه يحلل الصور والمواهب وقدرات المخلوقات الحية. ويقول ان القوة دي سمحت لي ابقى اقوى انسان خارق في العالم، وان العيون دي بتتحقق من القدرات الحالية للهدف، وكمان قدراتهم المحتملة في المستقبل. وبسبب كده قوتي بقت أكبر من أي حد تاني، وكنت قادر إن أبقى القائد على غارات الدماس في وقت قصير. وكمان لما طلب جيهو منه يكون تلميذ عنده بقى ضمن الأبطال السبعة. وبقول سيو أنا فكرت ضعيف في الأول بس اتفاجئت بإمكانياته العالية. ولما بيستخدم قوة التحليل على نفسه بيتفاجئ إن قوة الإرادة عنده 110، وإن الحد الأقصى لموهبة البشر هو 100. وكمان بيلاقي قدرة خاصة اكتسبها وهي الأبدية، واللي بتخليه محصن من الموت. وطبعا يا صاحب الكلام ده كله هبل، بس احنا بنقوله بهدف المتعة. المهم بيقول في نفسه انا كان عنده قدرة كاسرة للحدود زي دي، بس ممكن تكون القدرة الأبدية اتشكلت في المعركة دي. وبيدخل جيهو عليه وبيبقى متأثر لما بيشوف معلمه انه لسه عايش. وبالليل بيبقوا بره وبيقول سيو انا كنت فاكر اني مت في الدماس، بس لما فتحت عيني كنت في المستشفى. ده 17 سنة عدت فيها حاجات ما شفتهاش قبل كده. ده حتى في حاجة اسمها موبايل وده كان مفاجأة بالنسبة لي. وحتى دلوقتي لو انقذت العالم فانا مجرد شخص فقير ما عندوش بيت. وبقول جيهو امال الصحاب موجودين ليه؟ لو عاوز اي حاجه قولها وانا هنفذها دلوقتي يا اخويا. وانا كمان عاوز منكم لايك واشتراك يا احلى اخواتي. وبقول له والمكافآت اللي اخدتها من غارة الدماس فتحت بيها شركه ودلوقتي سايبها تحت اداره محترفين. وبقول له سيو انت شكلك كذاب وباين عليك انك موظف. وجيهو بقول له شكلك مش مصدق، ده انا كمان المدرب الرئيسي لمنتخب المعارك الميدانيه. بعدها بيدي الموبايل لسيو وبقول له اتفرج. وبقول له جيهو ان دي رياضة واقع افتراضي، وان ممكن تقول ان ده شغل جديد بيستخدم فيه البشر الخارقون اللي بقوا بدون فايدة بعد الحرب، وانها دلوقتي اكتر رياضة شعبية في العالم وكمان مش مجرد لعبة للاطفال، وان لاعبي التصنيف العالي بيتقارنوا بالابطال السبعة. وبيسأل سيو عن ترتيب كوريا الجنوبية. وبقول انا متأكد اننا هناخد تصنيف عالي. وبقول لسيو للاسف انها واخدة ادنى مستوى، وده اللي بيصدم سيو. وفي العربية بيقول جيهو لما بيختفي شر عظيم هيكون الشر التاني هو نفس اللي اسقط الاول. وبيستغرب سيو من الكلام اللي بيقوله. وبقول له جيهو بعد ما الحرب خلصت كان هناك كتير من الاطراف الخايفه من الخارقين واللي ملقوش مكان يروحوا ليه، وعلشان كده تم تقييد ساحات المعارك تحت مسمى امتلاك الخارقين لقوه مدمره، وكمان حاولوا يخلوا اي شخص عنده قوه تحت سيطرتهم. وبقول سيو بعد التفكير في الكوريين كانوا يعتبر اقوياء في اليوم ده وما خدوش وقت كتير لغايه ما احترفوا في بلاد تانية كلاعبين او مدربين. وحتى لما كنا هناك ان حلم ناس كتير تستغلنا بكل الطرق الممكنه. وبقول له جيهو ان ضربة البداية مش كانت كويسة فمستويات اللعيبة بقى قليل. وبقول له سيو باين انك بتحاول تدخلني لساحة المعركة او حاجة شبه كده. وبقول له جيهو انت دلوقتي في ال30 من عمرك ومهاراتك وصلت لاقصى حاجة وانك دلوقتي بتضيعها بالشكل الفاضي ده. وبقول له سيو يا عم ما تقلب على السيرة دي، انا دلوقتي مش عاوز اعيش كإنسان خارق. وبقول له ان مسيرتي كواحد من الخارقين انتهت بشكل الرطوبة في الزنزانة الأخيرة. وبيبص من شباك العربية وبيقول انا حاسس ان الابطال الكوريين ما استسلموش لسه. وبيبص
وبيبص على اعلان بنته وبتبقى خارقة الجمال وبيقول لسه عندنا ابطال زي دول، بس جيهو بيتفاجئ ان دي بنته. يا خيبتك التقيلة يا سيو. ولما بيوصلوا لبيت جيهو بتسلم عليها هان زوجة جيهو، ولما سيو بيشوفهم مبسوطين بيقول انا رجعت للعالم ده تاني علشان اشوف العالم مسالم بدون زنزانات ولا حروب. وبعد كام يوم عمك سيو قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيلاقي مسلسله المفضل زي ما انت قاعد كده يا معلم، واخيرا بيشوف نهايته زي وان بيس اللي مش عارفين هيخلص امتى. ده حاجه تشل اقسم بالله. وبيجي جيهو بيقول له ان الصحفيين مستنيينك بقالهم كام يوم ولازم تعمل معاهم لقاء صحفي. وتاني يوم بيتجمع الصحفيين وسيو بيقول لهم اللي عنده سؤال يقوله وبعد كده ما يدوخنيش. وبعد كام سؤال بيقول له واحد انت سمعت عن ساحه المعارك صح؟ وبقول له ايوه سمعت عنها. والصحفي بيساله عندك اي نيه انك تبقى لاعب فيها؟ وبقول له سيو ماليش الرغبه في ده. وبيساله عن السبب ويقول له سيو انها مش ممتعه خالص. فالصحفي بيقول له يعني مش خايف انك تقع؟ وبرد سيو بكل برود الحاجه الوحيده اللي بتاع هنا هي شعرك. طبعا بقى يا معلم فرتكله جابته في ال90. وبقول له سيو ان ساحه المعارك مش ممتعه خالص بالنسبه لي، وما تتوقعش ابقى المهرج واسليكوا على حسابي. بعدها المؤتمر بيخلص وهو ماشي بقى خلاص بيوقفوا واحد ويقول له ان امبارح في لاعب اسمه جيرالد وقال ان الابطال السبعه ولا حاجه وانهم حتى ما يقدروش يلمسوني. وبيبقى جيرالد نجم الساحه الامريكيه. وبيسالوا سيو هو جيرالد اقوى لاعب يعني؟ وبقول له الصحفي انه من ضمن 3 اقوى لاعبين واللي هم نسان من فرنسا وروي من ايرلندا ودانيال من المانيا. وبقول له سيو لغايه ما يوصل جيرالد لل3 الاوائل فهو مش مؤهل انه يتكلم. وبقول لجيرالد لو عاوز تقاتلني فما تروحش لساحه المعارك وتعالى في الحياه الواقعيه وانا بايدي بس ادفنك في قبو بيتي. وبيتضايق جيرالد لما بيسمع الكلام ده وعلى طول بيطلب من مديره يجهز له طياره لكوريا فورا. وبعد كام يوم بتيجي مكالمه لجيهو وبقول لسيو اننا عندنا مباراه فريق وطني قدام الولايات المتحده بعد اسبوعين، ولكن سيو مش بيدي اهتمام وجديه للموضوع. وبقول له جيهو ان دي غلطتك وهو دلوقتي عاوز يواجهك، بس عشان انت مش بتلعب ساحه المواجهه فهو عاوز يواجه الفريق الكوري بدالك. وبقول له سيو انا مش مهتم اصلا وهكمل تكاسل. يا عم بس استنى مباراه الفريق الوطني، يعني هايون هتكون موجوده هناك. صح انت قلت لي انها لعبت فريق وطني. وساعتها بتيجي هايون وترحب بسيو وبيسلموا على بعض ويقول لها سيو انت جيتي علشان الفريق الوطني صح؟ وبترد هايون بلا وان جيت علشان اسلم عليك يا ابن المحظوظه. بس عندي سؤال، هو انت فعلا مش مهتم بلعبه ساحه المعارك؟ وبقول لها سيو انا واثق ان ابوكي هو اللي قالك تقولي لي كده، بس انا مش مهتم وعمك مشغول دلوقتي. وبتقول له هايون انت اتغيرت وما بقتش تسمع لطلباتي، واظن يا صاحبي انه باين عليها الخروف بتاعها. وفجاه بتيجي فكره لهايون وبتطلب من سيو ان يروح معاها يشوف الافاتار بتاعها في جمعيه واحده علشان ابوها مش فاضي. وبيوافق سيو ويروح معاها وبيسالها سيو عن الافاتار وبتقول له لما نوصل هتعرف. وفي جمعيه ساحه المواجهه الكوريه بيرحب بيهم موظف الجمعيه وبتقعد هايون على الافاتار وبتتاكد من اسلحتها وبتدخل الساحه وبيبقى سيو بيتفرج على اللي بيحصل. وبيطلع وحش لهايون ويقول الموظف ان ساحه القتال عباره عن لعبه واقع افتراضي واننا نقدر نصنع الزنزانات والوحوش وحتى اللاعبين في الواقع الافتراضي. وبيقرر سيو يشوف هايون وقد ايه هي كويسه. وهايون بتقاتل الوحش وبتقدر تهزمه بكل سهوله. بعدها بتخرج من الافاتار وبتساله ايه رايك؟ وبقول لها كويس بس ليه قدامك طريق طويل؟ وتقول له ما تاخد تجرب، ولكنه بيرفض. وبتقول له بس جربها يا عم، وغير كده انا عندي فضول اني اشوف قوتك زي ما والدي حكالي، وكمان عاوز اعرف مدى قوتك قد ايه. واخر ما بتزهق بتقلب على الوش الكيوت. وطبعا بقى يا صاحبي مش عاوز اقولك اكيد هيوافق يعني، امال انت مستني ايه؟ ويقول له الموظف دلوقتي احنا اول حاجه هنجيبها لك الاسلحه. وبيمسك الاسلحه وبيقول انهم مش تقال. وبيستغرب الموظف وبيقول له انت دلوقتي شايل الاسلحه البدائيه. وبقول له لو عاوز اسلحه تانية غيرهم وهنختار لك غيرهم. وبقول له سيو لا ده كويس. وبيمسك الرمح وبيدخل سيو للعبه. وبس كده يا معلم لحد هنا بتنتهي حكايه السيو. فلو عجبتك ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك لان الحاجات دي بتفرق معايا اقسم بالله. ولو لقيت تفاعل على الفيديو ده هنزل الجزء التاني باسرع وقت. ولو كملت لحد هنا فعاش يا بطل. ويلا اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.